الدولار هيوصل ل10 جنيه. تحدث الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة عن أهمية التركيز على التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات. وقال كامل الوزير في لقاء خاص: لو اجتهدنا شوية وصنعنا أكتر ممكن الدولار يوصل ل10 جنيه. وتابع: تخفيض قيمة الجنيه في الفترة الحالية يعطيني كمصنع ووزارة صناعة ومستثمرين أفضلية، وهذا ما قاله لي الكثير من المصنعين والمستثمرين. انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار حاليا فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة ثم تقوية الجنيه أمام الدولار، فينعكس على حياة المواطن. وأكد الفريق كامل الوزير أن مصر تحتاج إلى حوالي 13 ألف مصنع من أجل تحقيق النهوض والتطوير الكامل بقطاع الصناعة. قال كامل الوزير: الصناعات الصغيرة والمتوسطة سوف تحصل على دعم من الوزارة، وحاليا لدينا الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، ولدينا إمكانيات من الطاقة وما لا نستطيع توفيره نستورده من الخارج. وتابع كامل الوزير قبل إعطاء رخصة لأي مصنع يحصل على موافقة المجلس الأعلى للطاقة، مضيفا: نتجه لتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة بعيدا عن الوقود الأحفوري. وتابعونا ليصلكم كل جديد. كان معكم بسمة مجدي.